يشعرك بالمن بقى لو عمل لك حاجه. انا خيري عليك، انا اللي عملت، انا باكلكوا، انا بشربكوا زي الزوج مثلا النرجسي، انتوا من غير تجوعوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حلقه جديده مع بابا عمر. النرجسيه ايه النرجسيه دي يا جماعه؟ النرجسيه دي كنا بنتكلم انا ومجموعه من الاصدقاء مع بعض فيها، فكلنا عرفناها تعريف سطحي، وبني ادم اناني ما بيحبش غير نفسه. بس هو الموضوع طلع اكبر واعمق من كده. طلع ان النرجسيه ليها صفات، والصفات وغير الصفات طلع ليهم انواع هنتكلم فيهم مع بعض. طيب ايه صفاتهم النرجسيين؟ وانت ليه يا عم عمر عايز تتكلم معانا في النرجسيه دي؟ لان اكيد في حياه كل واحد فينا فيه نرجسي، ممكن نكون مش واخدين بالنا منه، وممكن نكون مش عارفين ازاي نتعامل معاه. فهنتكلم مع بعض ونشوف ازاي نقدر نتعامل معاه. طيب اول صفه ايه في النرجسي؟ هتلاقيه ملوش صاحب، صاحبه مصلحته. خلصت مصلحته من هنا هتلاقي كل يوم يقول ليه صاحب شكل، لان هو بيصاحب المصلحه، ما بيصاحبش الاشخاص. هو ما عندوش تعاطف مع الاخرين، هو ما عندوش احساس بالاخرين. انا انا دي اول صفه. طب الصفه الثانيه احتقار الحديث. لو قاعد في مجلس والناس بتتكلم هتلاقيه بيقلل من كلام الناس ويحاول يفهمهم ان هم ما بيفهموش، وان هو بس اللي صح وان الكلام ده كله غلط. طب الصفه الثالثه ايه؟ مستغل متعجرف. يعمل صاحبك ويعمل حبيبك ويستغلك، وفي الاخر ما تاخدش منه كلمه شكر، ده بالعكس يتعجرف عليك، ده واجب عليك انك تعمله. انا كفايه اني اعرفك، كفايه اني صاحبك، انت مش عارف انت عارف مين، انت بتكلم مين. ده صفه من صفات النرجسيين. طيب ايه الصفه الرابعه؟ ما بيتحملش عدم الاهتمام. تقتله لو هو قاعد في مكان وانت ما اهتمتش بيه، ما بيقدرش يتحمل ده، ما بيقدرش يتحمل النقد، انك تنتقده، يبدا يتعصب ويبدا يظهر عليه بقى ايه؟ اضطرابات الشخصيه النرجسيه. ما بيتحملش النقد. تكون قاعد بتتكلم مع حد وبيتكلموا في نصيحه وعايز تنتقده او مش تنتقده، انت بتنصحه فبتقول له كذا، هو بياخدها نقد، ما بيتحملهاش، ما بيقدرش يتحملها. سريع الغضب، مشاعره مش منضبطه. ممكن تبص تلاقيه راح غضب على اتفه الاسباب، لان هو نرجسي. هو انا ما بغلطش، هي طبيعه الشخصيه دي، انا ما بغلطش. ما فيش صوت في دماغه غير صوته، مش ممكن تقدر توصل له اي معلومه، صوته بس. ده الشخصيه النرجسيه. طيب ايه تاني؟ دائما بيلوم اللي حوالين منه. لو في بقى خطأ وقع ولا في حاجه، هو بره الخطأ ده، هو الخطأ ده حصل عشان انت وانت وانت، بيلوم اللي حوالين منه، هو ما بيغلطش. برضه دائم اللوم دائم اللوم دائم اللوم على اللي حوالين منه. دايما يشعرك بالمن بقى لو عمل لك حاجه. انا خيري عليك، انا اللي عملت، انا باكلكوا، انا بشربكوا زي الزوج مثلا النرجسي، انتوا من غير تجوعوا. ده من ضمن صفات الزوج النرجسي اللي هنعمل لها حلقه دي. فهو دائما المن عليك، دايما يقعد يمن عليك، ما بيقبلش النصح وما بيعترفش بمرضه. يعني لما تيجي تقول له كذا انت كده اتكيت على الدم، اللي هو ما بيعترفش بمرضه خالص. يعني ما تحاولش تقول للشخص النرجسي ان انت مريض، مش هيتقبل منك الكلام ده. طيب دي صفاته. انت قلت في اول الفيديو في انواع. ايه الانواع دي؟ الانواع دي الشخص النرجسي، في عندي اول نوع المنغلق. المنغلق دوت ما بيفرضش شخصيته عليك، لكنه بيحب يشعر بذاته، ما بيظهرش اي تعاطف مع الاخرين. ده الشخص المنغلق. طيب الشخص السام، الصفه الثانيه نرجسي سام. طب ليه سموه سام؟ ده لو موجود في حياه حد دوت مش هتعرف تعيش معاه غير ال 24 ساعه. هو محور الاهتمام، عايز المدح، عايز الاعجاب 24 ساعه. ولو طلب منك حاجه وما عملتهاش هيقلب لك حياتك دراما مستمره. هو ما بيرضاش، هو انت بالنسبه له انت اللي بتحسسني بذاتي. ده الشخص السام بقى، النرجسي السام. ده علاقته صعبه قوي، يعني ده اللي ابتعد عنه افضل علاج بصراحه يعني. طيب بعد ما شفنا المنغلق والشخص السام، المتسلط.
المتسلط ده متنمر وبيتلذذ بأذية الناس. جون ماير دكتور علم النفس بيقول إن النوع ده من النرجسيين بيبنوا شخصيتهم على أذية الناس والتنمر عليهم والتلذذ بأوجاعهم. طيب إيه النوع اللي بعد كده؟ بعد المتسلط في عندي النوع السري. السري ده ما تعرفش إن هو نرجسي، ده تلاقيه قاعد معاكم في الشلة واحد صاحبكم بس كتير البكا، كتير العياط، يدعي القلق، يدعي الاكتئاب، مفيش حاجة في حياته حلوة، كل حاجة زي الطين، ما عندوش لحظات سعادة في حياته خالص. طيب ايه ليه هو بيعمل كده؟ ليه سمونا الجنس السري؟ لأن هو ما بيعمل الكلام ده بيحاول يخلي حوالين منه كلهم يتعاطفوا معاه بادعاء الأشياء دي كلها، فعشان كده سموه النرجسي السري. في عندي نرجسي مغري، ده بقى شايف نفسه، المغري بقى ده شايف نفسه لو حط عينه على هدف ما يسيبوش إلا لما يوصل له وبعد كده يرميه. بمعنى واحد أو واحدة شاف ست جميلة وعاوزها، يفضل وراها لحد ما يوقعها في شباكه. طب أنت وراها المفترض إن أنت عاوزها، لا هو وراها لحد ما يجيبها وتتعلق بيه ويروح سايبها. قمة النشوة والانتصار عنده هنا. المغري ده هو بقى كده كسب، ده مرض، ده نرجسي. وفي برضه ستات كده، فده الشخص المغري. طيب احنا النهارده اتكلمنا على الصفات واتكلمنا على الانواع. طيب هل ده كل ما يخص النرجسيه؟ لا، هنتكلم الحلقه اللي جايه ان شاء الله على الزوج النرجسي وتاثير ده على بيته ايه، والزوجه النرجسيه وتاثير ده ايه، والام النرجسيه وتاثير ده ايه على اولادها. هنحضر الكلام دوت وهنتكلم فيه مع بعض الحلقه اللي جايه. طيب قبل ما انهي الحلقه معاكم، حد هيسالني هيقول لي هي النرجسيه دي ملهاش علاج؟ للاسف ان النرجسيه 50% من العلاج او 60% هي اعتراف المريض ان هو مريض. والنرجسي للاسف ما بيعترفش بمرضه، ما بيقولش انه مريض. هتلاقي ان احنا في حياتنا العاديه في كل الكلام اللي انا قلته ده، شخصياتنا العاديه احنا كبني ادمين كل واحد فينا على الاقل عنده صفه من الصفات اللي انا قلتها دي. بس احنا ايه الفرق بيننا وبين النرجسيين بقى؟ النرجسي ما بيعترفش، لكن الناس السويه ممكن تيجي تقول له انت عندك صفه كذا، هيسمعك وهيحاول يغيرها. اعترافه في حد ذاته انه عنده الخطأ ده حتى لو ما عرفش يغيره، بس هو معترف ان هو عنده المرض ده، هنا ده شخص مش نرجسي. لكن الشخص النرجسي مشكلته ان هو مش معترف بمرضه. طيب هو المرض ده بيجي من ايه؟ اساس المرض ده النشأة. طب يعني ايه يا جماعه النشأة؟ النصيحة دي مهمة قوي. علماء النفس قالوا، جون ماير تحديدا قال ان النشأة عليها نسبة 70-80% من الإصابة بهذا المرض. الأب أو الأم يا إما بيدلعوا قوي قوي أو بيقسوا قوي قوي قوي، فبيطلع إن الطفل لما بيكبر عنده نقص في شخصيته في حاجات كتير، فبيحاول يعوضها بالنرجسية، تعمل له خلل في السلوك والتفكير. مرض ليه علاج بس صعب، الطب النفسي قال ليه علاج لكن صعب، علاج سريري، لكن صعوبته في اعتراف المريض ان هو مريض. دي مشكلة النرجسية. طيب احنا النهارده خدنا فكرة عامة كده سريعة عن النرجسية. ان شاء الله هنحضر حلقة وهنتكلم فيها الزوج النرجسي بيتعامل ازاي وكيفية التعامل معاه، الزوجة النرجسية وكيفية التعامل معاها، علشان خاطر نحاول لو في حد في حياتنا نرجسي ازاي نقدر نتعامل مع الشخص ده. وان شاء الله هنتقابل في حلقة جديدة مع بابا عمر، وتصبحوا على خير.